في سؤال نفسي أسألهولك لكن ما تجاوبش بسرعة. مين أول شخص جه في بالك أول ما سمعت كلمة التعلق؟ غريب قوي إن كل واحد فينا عنده اسم ظهر في دماغه في أقل من ثانية من غير ما يفكر. يمكن شخص، يمكن مكان، يمكن حتى نسخة قديمة من نفسه. طيب خليني أسألك سؤال أصعب. لو الشخص ده رجع دلوقتي، هل هترجعله لأنك لسه بتحبه ولا لأنك معرفتش تعيش من بعده؟ في فرق كبير بين الحب وبين الاحتياج، وفي فرق بين الاحتياج والتعلق، ويمكن الفرق ده هو اللي غير حياة ناس كتير ودمر حياة ناس أكتر. تعال أحكي لكم قصة. في اليابان كان في أستاذ جامعي اسمه هاديسبرو فينو. كل صباح كان بيخرج من بيته متجها لمحطة القطر، وكان في كلب صغير اسمه هاتشيكو بيوصله كل يوم. لكن الأجمل إن هاتشيكو كان بيرجع في نفس الموعد كل مساء عشان يستقبله، يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، لحد ما في يوم الأستاذ توفى فجأة أثناء عمله ومرجعش. لكن هاتشيكو ما كانش يعرف. تاني يوم راح المحطة، وقف، استنى، ورجع. واليوم اللي بعده كرر نفس الشيء، وبعده وبعده. وما كانش أسبوع بس ولا شهر ولا سنة، لأ، ده فضل 9 سنوات كاملة، كل يوم في نفس الميعاد في نفس المكان. كان بينتظر شخص لن يعود أبدا. لما الناس سمعت القصة سموها قصة الوفاء، لكن وأنا أول مرة قريتها لفت نظري سؤال تاني. هل كان هاتشيكو بينتظر صاحبه ولا كان بينتظر الحياة اللي اعتاد عليها؟ يمكن ده نفس السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا. لما علاقة بتنتهي، احنا بنفتقد الشخص ولا بنفتقد الإحساس اللي كان بيخلقه جوانا؟ يمكن دي أول مرة هتبص للتعلق بالشكل ده، لكن صدقني اللي جاي أغرب. لأن العلماء اكتشفوا إن التعلق مش بيبدأ أول ما تقع في الحب. التعلق بيبدأ وانت لسه ما تعرفش تنطق اسمك. تخيل إنك صحيت الصبح وكل ذكرياتك اختفت، مش فاكر اسمك ولا بيتك ولا أي حد تعرفه. هيكون أول إحساس هتدور عليه إيه؟ الأمان. الغريب إن ده أول إحساس دورنا عليه كلنا من أول يوم في حياتنا. وإنت طفل ما كنتش محتاج حد يعلمك معنى الخوف ولا معنى الاحتياج، كنت بتحسهم بالفطرة. ولما كنت تبكي كان في حد يشيلك، حد بيحضنك، حد بيهديك، حد بيطبطب عليك. ومن غير ما تعرف كان عقلك بيتعلم أول درس في الحياة: في حد هيحميني. عالم النفس البريطاني جون بولبي قضى سنوات بيحاول يجاوب على سؤال بسيط جدا: ليه الطفل بيتعلق بوالدته؟ هل لأنها بتأكله ولا في سبب أعمق؟ وكانت إجابته إن الإنسان لا يبحث فقط عن الطعام، بل بيبحث عن الأمان. فكر فيها كده. لما طفل يقع على الأرض أول حاجة بيعملها إيه؟ مش إنه بيبص على الجرح، بيبص حواليه، بيدور على الشخص اللي هيطمنه. وكأن الرسالة اللي جواه بتقول: أنا أقدر أواجه العالم لو عارف إن في حد هرجعله. ويمكن إحنا ما بطلناش ندور على الإحساس ده، إحنا بس غيرنا الأشخاص. الطفل كان بيدور على حضن أمه، الكبير بيدور على شخص يحس معاه إنه مفهوم، إنه مقبول، إنه مش لوحده. لكن هنا بتبدأ المشكلة، لأن في فرق بين إن شخص يكون ملجأ وإنه يبقى العالم كله. ودي اللحظة اللي الحب فيها ممكن يتحول لتعلق. خليني أقولك جملة يمكن تضايق ناس كتير: في شخص خلاك تحس إنك مهم، وفي شخص أول مرة حسيت معاه إن حد سمعك، وفي شخص
كان بيخليك تنسى خوفك. فلما مشي افتكرت إنك فقدته، لكن يمكن اللي فقدته فعلا هو الإحساس. خليني أسألك، لو نفس الشخص ده رجع لكن اتغير وبقى مش بيديك نفس الأمان ولا نفس الاهتمام ولا نفس الشعور، هل هتفضل تحبه؟ ولا هتكتشف إنك كنت متعلق بإحساس مش بإنسان؟ وده يمكن بيفسر حاجة غريبة. ناس كتير بيرجعوا لعلاقات كانت مؤذية، ولما بيرجعوا بيكتشفوا إنها لسه مؤذية، لكنهم بيرجعوا تاني. طب ليه؟ مش عشان إن هم أغبياء ولا إن هم ضعف، لكن لأن العقل أحيانا بيفضل الألم المألوف على المجهول. في طريق تعرف إنه بيوجعك لكن حافظه، وطريق تاني مجهول مخيف لكن يمكن هو اللي فيه نجاتك. ومع ذلك ناس كتير بتختار الطريق الأول، لأن الإنسان مش بيخاف من الألم بس، الإنسان بيخاف من التغيير. وده يخلينا نسأل السؤال الأصعب في الحلقة كلها: هل كل الناس بتحب بنفس الطريقة؟ ولا كل واحد فينا بيحب بالطريقة اللي اتعلم بيها الحب؟ خليني أعرفك على 4 أشخاص، يمكن واحد منهم يكون أنت. أول شخص معانا كل ما يرن الموبايل يبتسم، ولو الشخص اللي بيحبه اتأخر في الرد بيكمل يومه عادي، لأنه عارف إن الحب مش بيتقاس بعدد الرسايل. ولما بيختلف مع شريكه بيتكلم، يسمع، وبيعتذر لو غلط، وبيقبل الاعتذار لو الطرف التاني صادق. هو مش كامل، لكن عنده حاجة مهمة: الأمان. تاني شخص بيفتح المحادثة يمكن 20 مرة في الساعة، يقرأ آخر رسالة وبعدين يقرأها تاني ويبدأ يفسر هو ليه كتب تمام بس، طب ليه مفيش أموجي، طب ليه رد بعد ساعتين، يمكن زعلان، يمكن زهق، يمكن خلاص هيبعد. كل دقيقة صمت بتتحول في دماغه إلى 1000 حكاية، رغم إن الحقيقة ممكن تكون إن الشخص التاني كان في اجتماع أو سايق عربيته أو حتى نايم. تالت شخص معانا أول ما بيحس إن حد قرب منه بيبدأ يبعد، مش لأنه مش بيحب، لأ، لكن عشان هو متعود إنه يحل كل حاجة لوحده. لما بيتوجع بيسكت، ولما بيزعل بيختفي، ولما حد بيسأله مالك بيقول ولا حاجة، وهو جواه دنيا كاملة. الشخص الرابع، وده يمكن أكترهم تعبا، بيحب وبعد كده بيخاف، بيقرب ويبعد، بيطلب الاهتمام بس بيتخنق منه، بيقول ما تسيبنيش وبعدها بيبعد الناس بعيد عنه، هو نفسه مش فاهم ليه. يمكن وانت بتسمع قلت دي أنا، أو ده حد أعرفه، وده طبيعي، لأن علماء النفس لقوا إن الناس فعلا بتختلف في طريقة تعاملها مع القرب والثقة والخوف من الفقد. لكن لازم أقولك حاجة مهمة جدا، دي مش أحكام ولا صناديق بنحط نفسنا فيها، ولا معناها إنك هتفضل كده طول عمرك. دي مجرد محاولة لفهم أنفسنا، والإنسان طول عمره بيتغير. لكن لو كل واحد فينا بيحب بطريقة مختلفة، يبقى ليه في ناس بتفضل متمسكة بعلاقة رغم إنها بتوجعها كل يوم؟ ليه واحدة تستنى رسالة عارفة إنها مش هتيجي؟ وليه واحد يفضل سنين مش قادر يقفل باب انتهى؟ الإجابة مش في القلب، الإجابة في قصة صغيرة جدا العقل بيحكيها لنفسه كل يوم، والقصة دي ممكن تغير حياة إنسان بالكامل. في جملة يمكن تكون من أخطر الجمل اللي ممكن يقولها الإنسان لنفسه: أكيد هيتغير. الجملة دي أنقذت علاقات، لكنها كمان دمرت علاقات كتير. خليني أحكي لك عن سلمى. هي سلمى مش شخص حقيقي، لكنها حكاية بتشبه حكايات من الآلاف من الناس. سلمى كانت كل مرة بتزعل بتقول المرة دي آخر مرة، لكن كل مرة كان بيرجع يعتذر فتسامح، وبعدين تتكرر نفس الحكاية مرة و2
و10 لحد ما بقى السؤال مش هو اتغير، السؤال بقى هي ليه مش قادرة تمشي؟ يمكن أول إجابة تيجي في دماغك لأنها بتحبه، لكن الحقيقة الأمر أعقد من كده. في الاقتصاد في مفهوم اسمه مغالطة تكلفة الغرض، يعني ببساطة لما بتستثمر وقت أو جهد أو مال في شيء بيبقى صعب عليك تسيبه حتى لو عارف إنه مش هيوديك للمكان اللي بتتمناه. وده مش بيحصل في الفلوس بس، بيحصل كمان في العلاقات. حد بيقول أنا ضيعت معاه 5 سنين، وحد تاني يقول استحملت كتير، ما ينفعش أمشي دلوقتي. لكن خليني أسألك سؤال، هل السنوات اللي فاتت تستحق إنك تضيف عليها سنوات تانية من نفس الوجع؟ ولا تستحق إنك تتعلم منها وتبدأ من جديد؟ أوقات إحنا مش بنخاف من النهاية، إحنا بنخاف من السؤال اللي بعدها، أنا هبقى مين من غيره؟ وده سؤال مؤلم، لأنه بيكتشف حاجة، إن بعض الناس بمرور الوقت مبقاش عندهم حياة، بقى عندهم شخص، ولما الشخص يختفي يحسوا إن الحياة كلها اختفت. الكاتب وعالم النفس إريك فروم كتب بالمعنى فكرة جميلة، إن الحب الناضج لا يجعل الإنسان يفقد نفسه، بل بيجعله أكثر قدرة على أن يكون نفسه. يعني لو علاقاتك بتخليك تخاف طول الوقت وتراقب وتشك وتنسى أحلامك، اسأل نفسك، هل ده حب ولا ده خوف متنكر في شكل حب؟ يمكن أصعب اعتراف إنك تقول أنا كنت متعلق مش بحب، لكن الغريب إن الاعتراف ده هو أول خطوة في التعافي. طيب، هل معنى الكلام ده إن الحل إن إحنا نبعد عن الناس؟ إن إحنا منحبش؟ إن إحنا نقفل قلبنا؟ أكيد لأ، لأن المشكلة مش في الحب، المشكلة المشكلة إن إحنا بنشيل شخص واحد حمل مفيش أي بشر يقدر يستحمله. يمكن بعد كل اللي سمعته تكون مستني أقولك حب نفسك أو اشغل وقتك أو انساه، لكن كل الجمل دي رغم إنها ممكن تساعد بعض الناس إلا إنها مش أصل المشكلة. خليني أسألك سؤال، لو كان عندك كرسي واقف على رجل واحدة هيحصل إيه؟ أول هزة هيقع، لكن لو واقف على 4 أرجل هيفضل ثابت. الغريب إن ناس كتير بتعيش بنفس الطريقة، بتخلي كل حياتها واقفة على رجل واحدة، شخص واحد، ولما الشخص ده بيمشي الحياة كلها بتقع. الحياة الصحية بتقوم على أكثر من حاجة، على عيلتك، أصحابك، شغلك، هواياتك، أحلامك، إيمانك، وعلاقتك بنفسك. كل واحدة من الحاجات دي رجل من أرجل الكرسي، ولو واحدة اتهزت الباقي هيسندك. يمكن المشكلة إن إحنا بنطلب من شخص واحد بس يبقى مصدر حبنا وأملنا وسعادتنا وثقتنا بنفسنا ومعنى الحياة بالنسبة لنا، لكن مفيش إنسان يقدر يعمل ده كله، ولما بيفشل بنقول إنه خذلنا، مع إنه كان بيحاول يكون إنسان مش حياة كاملة. يمكن الحب الحقيقي مش إنك تقول أنا ما أقدرش أعيش من غيرك، لكن وجودك جميل في حياتي، لكن حياتي مش هتنتهي لو الأيام فرقتنا. الجملة دي مش معناها إن الحب أقل، بالعكس، يمكن معناها إن الحب بقى أنضج. التعافي مش معنى إنك تنسى، لأن بعض الأشخاص هيفضلوا جزء من قصتك للأبد، لكن الفرق إنه يبقوا فصل في كتاب حياتك، مش الكتاب كله. فيكتور فرانكل بعد كل اللي عاشه كتب فكرة جميلة جدا بالمعنى الحرفي، قد لا نستطيع اختيار ما يحدث لنا، لكننا نستطيع اختيار الطريقة التي نعيش بها. ودي يمكن أهم رسالة في الحلقة كلها. قبل ما تقفل الفيديو، ولو تقدر تجاوب عليه في التعليقات،
أكون ممتنة طبعا لتعليقك. لو فقدت كل شيء بتحبه، إيه الحاجة اللي هتفضل جواك ومحدش يقدر ياخدها منك؟ لو لقيت الإجابة اتمسك بيها، ولو ما لقيتهاش يمكن تكون دي بداية رحلتك الحقيقية. لأن الإنسان مش بيتقاس بعدد الأشخاص اللي اتمسكوا بيه ولا بعدد اللي سابوه. الإنسان بيتقاس بقدرته إنه يحب بصدق ويحزن بصدق، ويقف مرة تانية على رجله ويكمل، ويقوم ويقف مرة تانية على رجله ويكمل. يمكن التعلق بيعلمنا شيء واحد، إن كل شيء في الحياة ممكن إن هو يرحل. يمكن التعلق بيعلمنا شيء واحد، إن كل شيء في الحياة قد يرحل، لكن الشيء الوحيد اللي ما ينفعش إن احنا نرحل عنه أبدا هو نفسك. أتمنى الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه، وانتظروني كل خميس الساعة 8 مساء في فيديو جديد ورحلة جديدة، وتابعوني عشان نكمل الرحلة مع بعض. Thanks for watching.